السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله يوم جديد وعم السمان وعم الفراخ البلدي بتاعتنا. زي ما شفنا بقى مع بعض في الفيديو اللي قبل ده، احنا كنا مصورين ايه؟ كنا مصورين ان الفراخ البلدي هي والسمان هياكلوا الرز الابيض وهياكلوا العلف الناعم وهياكلوا الردة ولا لا. طبعا الاكل ده كله امبارح. جيت النهارده ما لقيت لا علف ناعم ولا لقيت رز ابيض ولا لقيت اي اكل من اكلات البيت اللي احنا كنا ايه سايبينها دي. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. لسه السمان عاوز استنى شويه. انا بقرر بقول يعني مع نفسي مش هعمله غير لما اشوفه هو بيبيض. مش عارفه بقى ايه هيبيض على امتى يعني. هعمل يا جماعه ايه النهارده؟ هجرب معاهم نفس اللي انا قلتلكوا عليه المره اللي فاتت، رز ابيض علف ناعم وبرضه شويه عيش مدشوش وشويه رد. قلتلهم بس هنا كده ايه، قلتلهم شويه قش دفيت المكان شويه. هو بقى يا جماعه دي الردة الناعمة اللي هي بتبقى الخلط الدقيق يا جماعة اهي. على فكرة هي كلها علامة بس هي مش باينة اوي في الكاميرا. ودي رز ابيض اهو على علف ناعم. وهكسر العيش دلوقتي واحط لهم حبة برضه. فين الجون؟ خلاص السمان دي خلاص اهو. وصلت بقى العيش يا جماعه ناعم خلاص زي ما انتم شايفين كده، وقلبت برضه على نفس الخلطه اللي انا حاطه لهم. هو المفروض ان انا املى لهم العلافه للاخر، يعني هم المفروض يبقى عندهم اكل كتير يكفيهم يوم كامل. انا بصراحه باجي لهم الصبح زي دلوقتي احط لهم اكل واملى لهم العلافه واسيبهم ياكلوا لما يشبعوا، وقبل ما امشي بحط لهم كمان شويه اكل قديهم، بحس ان هم ايه ما احط لهمش اكل كتير ان هم يشحطروه، لا بحط لهم على قد ما هياكلوا يوم بليله، وارجع اجي لهم تاني بعد اليوم بليله دي. هما لما يبقوا جعانين هيسحبوا معاكي في العلف، لما يبقى الاكل قدامهم كتير مش هيسحبوا معاكي. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.